من أهلك عشان أبي أتزوجك، عشان أبي أنظف لك وأسوي لك وأصير خادمك وأطبخ لك وخليك تسافرين وتسوين بلا 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 بلا. قلت أول شيء ابعد الكاميرا عن وجهك، حطها على عيونك، ويقوم يحطها على صلعتك. قلت الله لا يوفقك، لا يوفق صلعتك. ويقوم قال لي يا ملكتي يا ملكتي يا أميرتي، والله العظيم أنا الحين. قلت طيب اسمع، ما أنت قال تنام تسوي مولاتي؟ الحين. ها لا، مولاتي مول... هذا ناس ثاني ما راح أقولهم بعدين أقولهم. شايفة ايوه. بالبرامج هذه أنا صرت مولاة وصرت ملكة وصرت يوم إني أقفل البث أرجع أنزل تحت أنظف. ايوه. المهم وقال لي أنا والله العظيم ما أدري إيش أنت، ما أنا أنت، ويلف ويدور بالله ينزل الكاميرا تحت، أبي يصير تحت رجولك اللي أشرف مني وأشرف. قلت له أبوك لا أبوك شرفك يا كلب، الحين أنت إيش تبي؟ قال أنا الحين أبي أصير مطيع لك، مطيع مطيع. قلت طيب هل أنت مطيع أمك؟ قال إي والله أنا أحب أطيعك. قال بس أنت أطيعك أكثر. قلت طيب تمام، وش رايك تسوي لي الحين في شيء أبغاك تسوي لي إياه؟ قال وشو؟ تنزل لي دراجون. قال كم سعره؟ قلت 2400. قال شوفي أنا بحسابي 500 ريال، والحين أنا رايح بأودع بحسابي 2000 ريال. هو للأمانة بالبداية نصب علي. قلت له متأكد؟ قال متأكد. ويقوم ويورينا وكذا وورينا الجوال. قال اسمعي الحين يدخل لك إنترنت. قلت خلاص. فجأة طفى طار، يجي واحد ثاني عراقي، يقول عراقي بس لهجته السودانية. قال أنا على بالي إنه يجلد عميرة. على طول بعد على طول كلهم متفقين، ولا كم سبحان الله طاقتي وطاقتهم اتفقت ذاك اليوم. قلت هاند أب، هاند أب. قال والله العظيم. قلت حتى هدك على راسك، حتى راسك. قال قلت ايش فيك؟ قال أنا أرجف وأحس تشنج عشاني قدامك. قلت ليه؟ قال عشانك تخوفين. قلت أخوف؟ قال إيه لأنك أنت تعنفين فأنا أخاف منك، أحس برهبة قدامك. لا أبوك ولا أقول لك قبلك يا كلب. يا ساتر. ليه؟ تعال أضمك أحسسك بالأمان. قال إيه. هو يبي يخاف بس ما يدري شلون. زادت النفضة يا ابن الحلال، ما أدري النفض من فوق ما أدري من تحت الزبدة. ويجي سامي وأنا أقوم وأنزل ولد العراق علاء العراقي وأنا أخذ سامي. قلت يا سامي إيش فيه؟ قال أنا رحت قبل شوي كلمت أمي لأن أمي ما تنام إلا بعد صلاة الفجر، وكلمتها قلت في بنت حلال وبنت ناس وبنت أجاويد وما شاء الله عليها بنت أوادم، كل هذا أعرفه من بث. أنا بتقدم لها على سنة الله ورسوله، ولأني أنا أحبها وأحس معاها ما أدري وش ما أدري وش. قلت إيش قالت أمي؟ قالت أمي قالت خلاص طالما إنها بنت حلال وبنت ناس وبنت أوادم وبنت أجاويد أنا موافقة. أنتي وش رأيك؟ قلت خلاص أنا موافقة بس مهري دراجون. قال ها والله ما قدرت. آخر شيء كذب علي، الله لا يوافقه. وطار الظاهر جلد عميرة سريع سريع وأنا هزة، الله لا يوفقك كذب علي. قسم بالله استغلني، استغل عصبيتي، استغل عصبيتي. هالأيام ما تدري من اللي جلد عميرة على كلامك، ما تدري. كيف وقفت استغلك؟ صارخ، لأني وأنا صارخ كان يستغلني وجلد عميرة. فهمت والله العظيم يستغلني على طبيعتي. ما يصحي صراحة. الأيام هذه يجلدون عميرة على أي شيء. شكي شكي، تعرفون شكي شكي؟ وأنا أسولف مع الناس اللي تحت قاعد يجلد عميرة فوق. الأيام هذه ما تدري من اللي يجلد عميرة عليك. قسم بالله ما عاد في ناس قربي وش لابسة قربي ماتوا الله يرحمهم. رام. رام. تذكرتك من الجيل هذا. المهم وبقفل ويروح مين، ويجي هذا وهذا العراق. يجي وهذا العراق قال تسمحي لي؟ قلت وش اسمح لك؟ قلت تسمحي لي اقرا التعليقات وانا فوق. هذا المشكلة انا كنت مغير الديت مي بوكس حط 3 دقائق. مغير الديت مي بوكس حط 3 دقائق. قلت هذا الحين شو تفتكر؟ قال لا اسمعي انا ما اعرف انجليزي، انا راح اقرا بس العربي. وهي قاعد متنح لي على البوكس وقاعد يقرا التعليقات وهو يرجف. قلت انت عندك رهاب اجتماعي؟ يقول انا عندي رهاب اجتماعي. قلت انت اللي انا اللي عندي رهاب اجتماعي. مثل القحبة على البوكس، متعلق لي على القحبة على البوكس. عندك رهاب اجتماعي وترجف يا كذاب. يقرا التعليقات ويسولف ويرد
هلا جاني هلا والله. يلا يا جماعة خلص، اللي عنده دعم، اللي عنده حب، اللي عنده عطاء ينزل لنا سريع سريع. خلاص بنروح أنا وفيصل، ترى لنا 3 ساعات إحنا نخرط من هالخرط الفاضي. لا أنا كل شيء تقول لك اللي يسولف كثير لازم نكذب ترى. أفلحوا. خلاص المهم الحين لازم الختامية. أنا أحب أختم لما أزور ناس ولا أروح، لازم أودعهم، أقعد ساعة وأنا أودع وما أدري إيش، وشكرا يعطيكم سلام العيال، يلا العافية. مع السلامة، أكرمكم الله، والله ما قصرتوا. العظيم جزاكم والله العظيم خير. أنا ماسكة الختام. مرحبا، شكرا. لا تروح فيصل، لا تنزل، خلينا نروح أنا وياك مع بعض. أستحي والله العظيم أستحي، دخولهم علي خلاص فجأة كذا أربكني. خلاص. استغفر الله. قلت له انا ابو شيطانك، انا اللي عندي رهاب اجتماعي والله. ما انت والله ما تجرأ اروح لبوكسات الناس الثانيه وقاعد اتعلق على البوكس، موجودين ناس يسولفون ويجي يقول والله انا ضحكتي بي نفضة، ما أدري هي ولا أنا. اليوم ما عندنا انجليز، الله يجزاهم والله بالخير. ما أدري إيش النفضة اللي تتكلم عنها، بس اللي تشوفه طال عمرك. اليوم جانا الناس وقالوا لنا انتم ارهابيين وانتم طالبان، سبونا قسم بالله من عليكم. شيء وأنت قاعد تسولفين ترى طردت سبونا. واحد قال إرهابيين على طول. ايه قال ارهابيين وقال طالبان وسبونا، ما ادري ليش اليوم. انا استغربت اليوم سبحان الله. انا يعني سبحان الله، بث الاربعاء يختلف عن بث الجمعه. انا ما احب البث الاربعاء والجمعه، احب بث السبت. والله شوفي العظيم نص الاسبوع انا إذا ما احب. جو ذولي الشكليات اللي قالوا إرهابيين ولا شيء، وش تقولين لهم؟ تعطيهم شو وضعية لا اقولهم؟ لا 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 لا، يحسبونها ترى اللغة عندنا بالله كذا لا لا ما لا اقدر، لا انا ما كذا. اقدر ازغ وين، ما اقدر لا اقول لا عربي عادهم عرب لا لا صح. لا 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 كذا يعني الله أكبر لا لا. آه. هم متأثرين مرة. والله العظيم يقول لي طالبان ويقول لي ما ادري وش، يقول لي قال لي يا انت ايش تتكلمون عني وحنا نتكلم بالعربي. طلع قال انت إيه، يا ايش تتكلمون يعني عننا. صدق ها. هذه يعني أنت جاي بث كلهم عرب، وش تبي تتكلم؟ ايه تقول ايه، قلت له انتوا وش تتكلمون لغتكم. عنه؟ انتوا قاعد تخططون انكم تفجرون امريكا، تخيل. قلت له والله يا حبيبي احنا نفجر نذبح الناس في افغانستان وباكستان والعراق. يعني كفو يا انتم. الرد. ايه والله العظيم قلت له كفو. هذا الشيء، بس المشكله انه سبني. سبني. عاد شفت أمريكي قبل كم أمس الظاهر يتكلم، سولف عن مقاطع الجنود الأمريكيين اللي يرجعون شفته. لأهاليهم. ايه تفضل كمل. شفتيه؟ ايه يوم يقول انتم تعاطفون معهم. اللي يزبد لهم يقول للناس إنه مرة متعاطفين معاهم زي كذا، بس أنا ما تعاطفت معهم أبدا، لأن هذول اللي جايين وتاركين أهلهم وزي كذا ممكن أتعاطف معهم لو إنهم ظلوا مع أهلهم ما راحوا يقتلون ناس وزي كذا، ممكن يقتلون بالضبط. شوي مجرمين، بالضبط. يقتلون أبرياء. فهم حاطين بالضبط. الأمريكان سولجر هذا مرة مقدس. بالضبط ايه ويشون. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm proud يحضنون of your العالم. cause. ويحضن اهله ويحضن عياله ويقعد بكون حياتهم حاله، والناس اللي ذبحتوهم والناس اللي فجرتوا فيهم البريئين اللي ما عندهم ياكلون خرا قسما بالله العظيم. زبد له زبده قويه، قال انه ايه. تخيلوا لو في دوله اكبر مننا ومضطهدتنا زي ما احنا مضطهدين العالم، وش بيكون شعورك يعني؟ ايه شوف شو اقول لك شيء يا ناصر. اقول لك شيء يا ناصر. مره واحد ايش قال لي؟ قال لي شلون ايش قال لي؟ اللي روحي انتم يا الارهابيين المفجرين مدري قلت له اوكي let's talk about the history. خلينا نتكلم عن التاريخ الحقيقي. انت وين اصلك يا الرجل الابيض؟ اصلك وينه؟ ترى اصلك اوروبا. انتم اغتصبتم امريكا، مسوين نفسكم انكم اكتشفتوهم وانتم اصلا اكتشفتوها بالغلط. طلعت لكم بالغلط. تحسبونها الهند وسمتوها ورحتوا كانوا تتفنن بذبح الرجل الهندي او النيتف امريكان. يتفننون لدرجة أنهم كانوا يقولون بس ما يقدرون يقتلوا هذا التاريخ، ما يقدرون يقولون حقيقتهم. يجي يقول لك
ارجع لبلدك. انت اللي ارجع لبلدك يا حبيبي، روح الايطالي، ارجع ايطاليا، ارجع اسبانيا. إيه go to your home, go to your country, don't speak in English. وش تعرفين إذا قال لك speak in English ما ودي يسوي حركة وسخة. يا حبيبي يا فيصل، اقسم بالله العظيم مره بثي انا كانت 8000 مدري 9000. طولت وكان شويه بث يعني زحمه. وجت واحده واستغربت ان شلون البث هذا شاشه سوداء. كنت انا مقفله يعني كنت بدايه فاتحه الكاميرا بس بعدين قفلتها. كنا قاعدين نسولف ونضحك وزي كذا، وفجاه كانت تتكلم عربي، وفجاه دخلت الا قالت ما راح اقول بالانجليزي لان في واحد شخص عزيز علي من امريكا، ما راح اقول عشان يفهمني. قالت تكلموا انجليزي، هذا البرنامج امريكي. تقول لنا كذا. قلت لها يا حبيبتي طالما ان هذا البرنامج امريكي ما في قانون يقول انكم تتكلموا غير اللغه هذه، غير اللغه الانجليزيه. طيب ثاني من شيء أمريكي وين الحرية؟ وين الحريه؟ وين البرجع؟ ثاني شيء انت ليش جايه عندنا؟ هل معقول ان كلنا نحول انجليزي عشان واحده ما نعرفها؟ يعني شلون انه يعني سلامات، يعني كيف ان انتم يعني بثكم مرتفع ما تتكلمون انجليزي شلون؟ لا سالفة انه حتى في امريكا، يعني انت في امريكا في بلد الحرية، طيب تبي تتكلم غير اللغة الانجليزية تجي عجوز ولا شايب ولا احد من بعيد صارخ تكلم بالانجليزي. سلام، ايش تبي انت؟ تتكلم انجليزي. ايش تبي انت؟ بس والله في محترمين للامانه، عاد والله في محترمين للامانه، في جد في ناس محترمين يعني احبهم كل شوف من اللي قلبي يسوون واحبهم الحركات كلهم. دي بسذاجة، يعني على غباء، فهمت قصدي؟ صح. ونكون اكثر وضوح يا فيصل، ترى حتى احنا عندنا ناس عنصريين، عندنا ناس يكرهون عندنا عنصريين، بس قد الاجانب. شفتي بالنقطة هذه، خلينا نتكلم معلش يعني بالنقطة هذه. هل في شخص عندنا في السعودية قد شاف أجانب يتكلمون مع بعض صرخ عليهم قال تكلموا عربي؟ لا لا انا ما شفت، ما ادري، بس انا ما شفت شخصيا ما شفت. مستحيل، يعني بشكل عام ما تصير. اسألي أي شخص، مستحيل بشكل عام يعني. إيه بس بس هناك شيء وارد يصير. فهمت الفكرة؟ أنا أتكلم عن النقطة هذه، أكيد في أشياء سلبيات وإيجابيات، بس النقطة هذه صح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا إذا أخطأنا، فإذا أخطأنا فمن أنفسنا، وإن أصبنا فإذا أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا لكم. لا تروحي بس أخليك معي، مستحيل والله العظيم ماني قادرة، قسم بالله ماني قادرة. اسرع يا فيصل، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر. أحس ناصر يبي ينزل لي شيء، أتوقع. ماشي ترى بنختم ترى، يعني قفلنا الحين ترى. ما فهمتوها أنتم. ترى بنروح. متى بفتح مرة ثانية؟ قصدك أنا بفتح، أنت ليش تجمع؟ ليكون على بالك إن فيصل مربوط بي متى ما فتحت. لا والله ما هو مربوط بي، لا والله له الحرية التامة. بس قسما بالله العظيم إن فيصل لما يجي أنا، تعرف لما يكون نار وشرار ويهديني ويخليني جمر الغضا، هذا هو. يخليني جمر الغضا، يقعد يعزف هذا البيانو، نقعد ندخل بموضوع ونطلع من الموضوع، ندخل، وفجأة سبحان الله مخي يفتح أبواب أبواب أبواب. سبحان الله والله العظيم يا فيصل، إني تخيل وأنت تسولف فجأة يفتح باب وهذا، ويفتح باب ويفتح باب. سبحان الله. ويوم جت الشلة هذه حلوة، سبحان الله كل باب مسكرت، سبحان فاتح الأبواب مسكر الأبواب. You look more beautiful in yellow. Really? Thank you so much. هذا ناصر، هذا العراقي اللي كان موجود اللي يرجف قال الله عليك يا سلمى. قلت أيوة. قال الله عليك إنك تزيدي جمال كل دقيقة، لا كل ثانية. قلت الله أكبر.
تعرف علي. يبي يقول تدين جمال كل مرة قد تدين جمال كل ثانية. علينا هذا الكذب. جاسم يلا مع السلامة عاد. خلاص عاد صدق صدق بنام. طيب حبايبي جاسم ناصر رام فيصل اي بنروح خلص والله خلاص والله تراني فاتحة من أمس. ما في شيء على الطاولة اللي أكلته. ما في شيء على الطاولة اللي أكلته. رميت كل شيء. إيه من البارح أقصد من البارح يعني. أوكي خلاص. إيه يا فيصل يا رام بنام والله. نعسانة والله العظيم تعبانة قسم بالله. أحس إني من هالكأس أنا فتحت وأنا تعبانة ومكتئبة قسم بالله مكتئبة. ترى فتحت أول شيء كتب ديبرست هيلب بس بعدين طفيته وفتحته مرة ثانية كتبت 40 جياد. ما عليك يا رام تصير بثة بعدين إن شاء الله بإذن الله إن السبت إذا الله كتب لي السبت إن شاء الله إني راح أفتح بإذن الحي القيوم بإذن الله إن السبت راح أفتح. بأتمنى إن شاء الله إن السبت تكونوا موجودين نقعد نسولف. ما أبي والله العظيم إلا شوفتكم وش اسمه والسوالف لأني أنا اليوم ما أقدر يا ناصر. ظروفي ما تسمح لي. تراني مو كل يوم أنا فاتحة تحسبني مثل الإيرانيات كل يوم فاتحات كل يوم فاتحات ما أقدر. I have a life. تسلم والله العظيم. المهم يلا أشوفكم إن شاء الله على خير. لا تروح يا فيصل لا تروح موجود. والله حلوات بنات الكلب كل واحدة أحلى من الثانية. يا ويلي يا لب وش بشرة وش عيون وش شعر وش بس رح يعني ما حسيت نفسك مزهرية ما كنت سلمى. روح دور تقعد 5 دقايق بعدين تكره نفسك. بتلف وتدور مصيرك تجي هنا. المشكلة إن هن حطت اللوكيشن السعودية. إذا ما لقيت السعودية تلقى قطر. إذا ما لقيت قطر تلقى الكويت. أكيد بتلقى الإمارات. غالبا ما يمرون على البحرين. يلا تصبحون على خير يا جماعة. حبيبي جاسم رام I love you جاسم I love you ناصر مع إني ما أعرفك حبايبي والله العظيم أحبكم قلبي. فيصل شكرا على وقتك الجميل. شكرا والله العظيم إني أحبكم وإن شاء الله بإذن الله مهما غبت أغيب لكن لا أختفي. أغيب وأعود بكل قوة وبطاقة إيجابية ومحبة. أحبكم كلكم يا حبيبي يا رام تصبحون على ألف خير. يقول مع السلامة.